طيب هنبدا بقى في موضوع مهم جدا 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 يا شباب. يا محمد يا راجل تاخد راحتك خالص يا محمد، انت مش راضي اقول لك حاجه اهو. ركز بقى معايا، يعني قبل البريك بتاع الصلاه زي الفل، بعد البريك بتاع الصلاه انت اخدت ساعه كامله. طيب يلا ركز معايا شويه. هنتكلم بقى عن موضوع مهم جدا جدا الا وهو اسمه الاس اس اتش او السكيور شيل. تمام؟ ده جزء خاص بمين؟ ده بروتوكول. الاس اس اتش ده عباره عن بروتوكول يا شباب، تمام؟ وبقدر من خلاله ان انا اعمل ريموت كونكشن، تمام، على سيرفرات ثانيه او على سيستمز ثانيه. بس الريموت كونكشن ده بيكون نوعه ايه؟ بيكون نوعه سكيور، تمام؟ فسكيور ريموت كونكشن. طيب زمان يا محمد، تمام، كانت الدنيا شغاله بايه؟ كانت الدنيا شغاله بحاجه اسمها التلنت، تمام؟ والتلنت للاسف فيه مشكله. ايه المشكله بتاعته يسري؟ ان الراجل ده مش سكيور. يعني ايه مش سكيور؟ يعني طبعا الريموت كونكشن ده اصلا هدفه ايه؟ هدفه ان انا قاعد في بيتي او قاعد في مكان ايا كان، عايز اكونكت ريموتلي على سيرفر تاني بعيد عني خالص، وعايز ابقى كاني قاعد لوكال عند السيرفر دوت. خلاص؟ الاس اس اتش بيعمل لي الفيتشرز ديت. يعني الاس اس اتش كبروتوكول بيقول لي والله يا باشا انا كل اللي انا اعمله ان انا اخليك قاعد في مكانك، وانا بنفسي اللي هسافر عن طريق النتورك للسيرفر بتاعك اللي انت عايزه ده، وهجيبه لك من جوه النتورك واحطه لك لحد عندك قدامك على السكرين بتاعك. خلاص؟ وانت اعمل فيه اللي انت عايزه. يبقى انت قاعد مكانك بتقدر تمانج السيرفر اللي هو مين؟ اللي هو الريموت. طيب جميل جدا. اصبح دلوقتي لو انا ده السيرفر بتاعي، خلاص، وده مثلا ايه الكلاينت ايا كان في اي مكان. طيب الراجل ده عايز يعمل ريموت كونكشن على السيرفر دوت، فيروح جايب ستيشن وتتفتح له هنا، بحيث ان هو يبقى قاعد على جهاز ويران اي كوماند، الكوماند ده يسافر في النتورك ويروح للراجل ده يتنفذ هناك. خلاص؟ زمان كان معمول مين؟ كان معمول حاجه اسمها التلنت، ولسه موجود لحد دلوقتي. بس المشكله في التلنت ايه؟ المشكله اصلا انت بتعمل ريموت كونكشن. الريموت كونكشن ده بيحتاج منك 3 حاجات اساسيه. خلاص؟ محتاج منك طبعا اي بي، لازم كل واحد اي بي. خلاص؟ محتاج ان انا اعرف اليوزر بتاعك ايه، ومحتاج الباسورد بتاعتك. ليه؟ لان احنا قلنا ان الراجل ده هيكونكت ريموتلي، يعني هيفتح لك الجهاز او هو اللي هيروح يفتح الجهاز التاني عن طريق النتورك. خلاص؟ طيب لو جه راجل بقى ايه، الراجل اللي هو كل مهمته في الحياه ان هو يأذي في خلق الله، تمام، اللي هو حاجه اسمها مان اوف ذا اتاك. الراجل ده قاعد بس علشان يأذي في خلق الله، بس قاعد عشان يشوف ايه اللي بيحصل ويتفرج عليه. خلاص؟ الراجل ده لو جه كده بالجهاز ودخل في النتورك هيشوف كل حاجه، واهم حاجات هيشوفها هي مين يا شباب؟ اليوزر نيم والباسورد. معنى ان نشوف يوزر نيم وباسورد يا عمرو، يعني معنى كده ان الراجل ده ممكن يكون اليوزر نيم ده الروت، او يكون يوزر نيم ادمنستريتور، صح كده؟ فيقدر يادمنستريت السيستم بتاعك، يقدر من الاخر كده يدخل ويعمل كل حاجه هو عايزها. دي كانت مشكله مين؟ التلنت. تمام؟ بداوا بقى ينهانسوا التلنت ده، قال لك لا والله ما ينفعش التلنت في البيت، السيرفرات وبيت الداتابيز بتاعتي والحاجات الكريتيكال قوي ديت ما ينفعش حد يعرف اليوزر نيم والباسورد. طب الحل ايه يا محمود؟ الحل ان احنا لازم نعمل بروتوكول زي التلنت بيعمل ريموت كونكشن برضه زي الفل، بس لازم يكون سكيور. فراحوا عملوا لي مين؟ عملوا لي بروتوكول اسمه ايه؟ اسمه الاس اس اتش. خلاص؟ خلي بالكم يا شباب، الاس اس اتش ده كبروتوكول شغال في حاجه اسمها الابلكيشن لاير، اللي هو لير 7. البروتوكول بتاع الاس اس اتش شغال في الابلكيشن لاير اللي هو لير كام؟ لير 7. ومعنى ان انا اقول لك ان هو شغال في الابلكيشن لاير او لير 7، ده معناه ان هو ينفع ينزل على اي ايه؟ على اي اوبريتنج سيستم، صح كده؟ ينفع انزله على ويندوز، ينفع انزله على لينكس، ينفع انزله على يونكس، ينفع انزله حتى على الراوترات والسويتشات، لان الراوتر والسويتش بيكون فيه جواه اوبريتنج سيستم، هينزل فوق الاوبريتنج سيستم دوت. طيب جميل جدا، مفيش مشكله، مش هتفرق معايا، يعني هي الميزه بتاعته بس ان هو نظرا ان هو شغال في الابلكيشن لاير، فده معناه ان انا اقدر امبلمنت الراجل ده على اي حد في الحياه او على اي اوبريتنج سيستم في الحياه. طيب جميل جدا. ايه اللي هيعمله لي الراجل ده علشان تضمن لي سكيورتي ما بين الاثنين دول؟ اول حاجه قال لك الراجل ده شغال بحاجه اسمها الاسيمتريك انكريبشن، تمام؟ والاسيمتريك انكريبشن ده نظام او احدى انظمه الانكريبشن اللي هي بتقول لك ايه؟ اي ماشينه في الحياه لازم يكون عندها 2 كي. اي ماشينه في الحياه لازم يكون لها ايه؟ ليها 2 كي، واحد اسمه بابليك واحد اسمه برايفت، تمام؟ والسيرفر برضه لازم يكون عنده بابليك ولازم يكون عنده ايه؟ برايفت. طيب بيفيدوا بايه يا سيدي دولت؟ هقول لك ال2 كي دولت، واحد خاص بالانكريبشن
اللي هو البابليك كي ده خاص، ده كي كل مهمته في الحياه ان هو بيعمل لي انكريبشن. خلاص. والبرايفت كي ده كي كل مهمته في الحياه ان هو يعمل لي ديكريبشن. طيب حلو يا سيدي، هتعمل انكريبشن وديكريبشن بالبابليك والبرايفت، واحد بيشفر واحد بيفك التشفير. طب شغالين ازاي يا محمود؟ تمام. هقول لك بص يا سيدي، اتفضل. طيب هقول لك بص يا سيدي، المفتاح والكالون سوري البابليك والبرايفت عامل زي المفتاح والكالون بالظبط بتاع الباب. تمام؟ انت لما بتروح تشتري مثلا كده عند الراجل بتاع المفاتيح او الجفاف، بتروح تقول له انا عايز مفتاح او عايز اف، بيدي لك الاف بالمفتاح بتاعه، صح؟ يعني الاثنين لازم تاخدهم مع بعض، ما ينفعش تاخد ده من مكان وده من مكان تاني. اهو نفس الكلام، لما تيجي تقول والله اس اس اتش انا عايز او سوري تنادي على اس اتش وتقول لها والله انا عايز امبلمنت الاس اس اتش هنا، هتيجي تقول لها طب خلاص انا شغال بالاسيمتريك انكريبشن، يبقى اذا انا هعمل لك 2 كي، فلازم 2 كي، ما ينفعش واحد برايفت وواحد بابليك. طب حلو جميل جدا، هتعمل ايه بالبابليك يا كريم وهتعمل ايه بالبرايفت؟ قال لك البابليك ده بيعمل انكريبشن، هو اللي بينكريبت الداتا بتاعتك، والبرايفت هو اللي بيديكريبت. طب برضه ازاي؟ ما فهمتش الدنيا دي كلها. اقول لك بص يا سيدي، انا هنفترض ان انا دلوقتي عندي جهازين اهم، وفهموا الحته دي بقى الله يكرمك. خلاص؟ كل واحد بيكون ليه بابليك وبرايفت، وده له بابليك وبرايفت، صح كده؟ في واحد عنده سيرفر وكلاينت، انا عندي ده جهاز رقم 1 وده الجهاز رقم 2. هنفترض ان الجهاز الاول هو اللي عايز يروح يدخل عند مين؟ عند الجهاز اللي هو رقم 2. ايه اللي بيحصل بقى؟ مين اللي بينيشيت الكونكشن او مين اللي عايز يكلم مين؟ واحد عايز يكلم 2. يبقى اذا واحد عايز يبعت داتا لاثنين، محدش يفهمها في الحياه دي كلها غير مين؟ غير 2 بس. جميل جدا. رقم 2 عنده بابليك وبرايفت خاصين بيه، ورقم 1 عنده بابليك وبرايفت خاصين بيه. بصوا بقى يا شباب، رقم 2 هيروح يكلم رقم 1 هيكلم 2 ويقول له بص يا باشا انا عايز ابعت لك داتا، والداتا دي تبقى انكريبتد ومحدش يفهمها غيرك انت بس. اي حد في النص يجي مش هيفهمها. طب اعمل لك ايه؟ هيقول له طب اديني البابليك بتاعك. يبقى اول مسج بتكون عباره عن ريكويست، تمام؟ لمين؟ للبابليك بتاع رقم 2. ما دام واحد اللي هيكلم 2، يبقى واحد الاول بيبعت مسج الاول يا محمود يقول لي اديني البابليك بتاعك انت، لان انت معاك بابليك وبرايفت خاصين بيك انت، هم واحد بيشفر واحد بيفك التشفير ليك انت. انا عايز اشفر حاجه واديها لك انت لوحدك اللي تفهمها، فبقول لك اديني البابليك بتاعك. خلاص؟ فرقم 1 ده هيكون معاه مين؟ هيكون معاه البابليك بس بتاع رقم مين؟ رقم 2. خلاص؟ يجي يا خالد يعمل ايه؟ يكتب المسج بتاعته ايا كان اللي هو عايز يعملها ويابلاي عليها مين؟ البرايفت. لا البابليك، يابلاي عليها البابليك بتاع اللي هناك. خلاص؟ فالمسج دي اتشفرت. خلاص؟ يجي يروح عامل ايه؟ يروح باعتها للراجل ده. انا قلت لكم ايه؟ واحد بينكريبت الثاني بايه؟ يعني انت لو عامل انكريبشن برقم 1 ما يفكش غير البرايفت برقم سوري بتاع برضه 1. صح ولا ايه؟ ما دمت انا شفرت بالبابليك بتاع الراجل ده، يبقى مش هقدر افك غير بنفس البرايفت بتاعه هو، لان هما الاثنين مع بعض. زي ما قلت لك بالظبط كده، انت بتروح تجيب مفتاح وكالون الاثنين مع بعض. ما ينفعش تجيب واحد مكان واحد مكان، يعني ما كانش ينفع ان انا اشفر لك بالبابليك بتاعي واجي اديهولك، انت مش هتفهمه. كأن انا بالظبط جيت على باب حطيت عليه اي كالون وجيت من الشارع كده اديتك اي مفتاح، وقلت لك اجري خد المفتاح ده هو بتاع الباب دوت، مهما تفضل تفتح فيه مش هيفتح من هنا للصبح. خلاص كده يا شباب؟ يبقى دي فكره مين؟ ده الكونسيبت او الميكانيزم بتاع مين؟ بتاع الاس اس اتش، اللي هو بيقول لك ان اي ماشينه في الحياه انا هشتغل بنظام حاجه اسمها الاسيمتريك انكريبشن، والاسيمتريك انكريبشن ده بيقول لك ان اي ماشينه في الحياه لازم يكون ليها 2 كي، واحد بابليك وواحد برايفت، تمام؟ ودول بيستخدموا واحد بيشفر واحد بيفك التشفير، والاثنين دول بيستخدموا عشان لما يكون حد تاني عايز يكلمني. يعني انا عامل للراجل ده بابليك وبرايفت، عامل للراجل ده بابليك وبرايفت، وهكذا لكم كلكم. البابليك والبرايفت بتاع كل شخص مش لنفسي، يعني مش عامله لنفسي، لا ده انا عامله للناس الثانيه اللي عايزه تكلمني. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني الراجل ده عامل البابليك والبرايفت هنا عشان لو حد تاني عايز يتكلم ده يقول له طب خد البابليك بتاعي، خد البابليك ايه بتاعي، شفر المسج بيه وابعتها لي انا عشان انا لوحدي اللي افهمها. طيب لو جه في النص الراجل اللي احنا بنقول عليه ده اللي هو كل مهمته في الحياه ان هو يقذف خلق الله، اللي هو بنقول عليه مان اوف ذا ميدل اتاك. خلاص؟ الراجل ده هيعمل ايه؟ هيقدر يعترض طريق المسج، صح؟ هياخد مسج ايه؟ مشفره بمين؟ بالبابليك بتاع الجهاز الثاني. لازم لازم يكون معاه البرايفت بتاع الجهاز الثاني عشان يقدر يفك المسج ديت. خلاص؟
وطبعا البرايفت يا شباب مش مسموح لاي حد في الوجود انه يقدر يطلع عليه. البرايفت بتاع اي حد مش مسموح لاي حد في الوجود انه يطلع عليه الا الماشينه نفسها دي، هي اللي تطلع على البرايفت بتاع نفسها بس. خلاص كده يا شباب. نيجي بقى لو الراجل ده هو اللي عايز يرد بقى بمسج عليه، يقول له طب اديني البابليك بتاعك. بالظبط كده. ما دام اتنين هو اللي هيرد المسج على واحد، يقول له طب اديني البابليك بقى بتاعك انت التاني، علشان انا اديتك البابليك بتاعي عشان لما انت تبعت لي هتشفرها، انا بس اللي افهمها. طب انا كمان عايز ارد عليك برضه بمسج مشفره، محدش هيقدر يفهمها غيرك انت. يبقى اديني البابليك برضه ايه بتاعك. يبقى الكيز اللي بتتبادل اللي بيتم تبادلها في النص او بيتعمل لها عمليه اكستشينج او ترانسفير هو البابليك فقط لا غير. خلاص. ومعروفه دايما كده، اللي بينيشيت الكونكشن بيروح يطلب البابليك بتاع الشخص الثاني. ما دمت انا اللي هكلم شمس يبقى انا بروح اقول لشمس اديني البابليك بتاعتك. ما دام شمس هو اللي هيرد عليا يجي يقول له طب اديني البابليك بتاعتك يا كمان. خلاص. واحنا تبادلنا الاثنين. ده الميكانيزم بتاع يا شباب بتاع البابليك والبرايفت. طبعا بالنظام ده استحاله ان اي حد يقدر يدخل في النص ويشوف مين؟ ويشوف الداتا بتاعت الراجل دوت. خلاص. الا في حاله واحده فقط يمينا، ان انا اقدر اطلع على مين؟ على البرايفت. طب لو طلعت على البرايفت ينفع اغيره؟ يعني مثلا انا اكتشفت ان خالد قدر يتاك السيستم بتاعي وياخد البرايفت. اقدر اغير البابليك والبرايفت تاني؟ طبعا. لو انت عامل مفتاح وقانون الباب بتاعك وحسيت ان المفتاح ضاع وحد اخده، بتعمل ايه؟ ايه الاجراء اللي انت بتاخده؟ تروح تمسك القانون القديم بترميه وبتجيب واحد جديد بمفتاح جديد. صح كده؟ عشان نقول ايه؟ تقول للراجل اللي اخذ المفتاح قبل كده انت له اشرب ميته، ملوش اي لازمه معاك. نفس الفكره بالظبط. لو انا اكتشفت ان البرايفت بتاعي حد اطلع عليه، انا بسرعه بروح اجنريت بابليك وبرايفت جداد، يعني بديليت القدام وبجنريت جديد. ازاي بقى بيتم الكلام دوت؟ طبعا احنا خلاص اخذنا ده الميكانيزم بتاع الراجل دوت. ازاي بقى بعمل جنريت؟ يعني ازاي ان انا بروح اشتري بابليك وبرايفت؟ عشان تجنريت بابليك وبرايفت في عندي امر جميل جدا جدا اسمه SSH-key gen. SSH يا شباب، SSH-key gen دوت بيجنريت بابليك وبرايفت، والاثنين احمد او الاثنين يا احمد بيرز، يعني مرتبطين ببعض. ما ينفعش ده تجيبه من مكان وده تجيبه من مكان. يعني اول ما بتنادي على الامر اللي اسمه SSH key gen بيجنريت الاثنين مع بعض، البابليك والبرايفت، عشان هما الاثنين مرتبطين ببعض. خلاص. لان واحد بيشفر بطريقه معينه والثاني بيديكريبت بطريقه برضه معينه، هي نفس طريقه التشفير. طيب جميل جدا. دلوقتي انا عملت جنريت للبابليك والبرايفت. في بقى اكتر من ميكانيزم مستخدم في عمليه التشفير ديت. في ميكانيزم اسمه RSA وفي ميكانيزم اسمه DSA. خلاص. بتختار انت ايه الانكريبشن ميكانيزم اللي انت محتاجه. طبعا اقواهم DSA، بس الديفولت المستخدم في السيستم عندك RSA، بس انت تقدر تجبر السيستم تقول انا عايز اجنريت DSA. على فكره DSA اللي عامله واحد مصري. اقوى انكريبشن في الوجود لحد دلوقتي اللي عامله واحد مصري. حد عارف المعلومه ديت؟ اسمه الجمل. اسمه مش عارف يحيى الجمل او عايش بره مش هنا او مش عارف اسمه يحيى الجمل، هو اسمه الجمل يعني. وتخليدا لذكراه الانكريبشن ده مسمى باسم. يعني لما تيجي تعمل انكريبشن جوه، لما تستخدم حاجه اسمها سيرتيفيكت جوه الكلام ده كله وانت بتجنريت الانكريبشن ده هو بيسمى الجمل، يعني لازم تكتب كلمه الجمل. تمام؟ تخليدا لذكر الراجل دوت. طبعا لسه عايش في ماتش يعني. تمام؟ بس ده اقوى انكريبشن في الحياه. خلاص؟ وطبعا بعدين RSA، بس الديفولت في السيستم عندنا اللي هو RSA. طبعا لو انا عايز اجنريت اقول له للسيستم لا انا عايز اعمل DSA او RSA، كل اللي انت هتعمله يا محمد خلاص هتضيف الاوبشن بس، يعني نمسح دي كده بس. هتضيف اوبشن مع SSH key gen كده وتقول له بس -T اللي هو التايب بتاعك. اما ان انا اقول له كده DSA او اما ان انا اقول له كده RSA. بس كده. باي ديفولت هيجنريت بابليك وبرايفت لليوزر نفسه. هو انت بتجنريت بابليك وبرايفت لي انا كيوزر رول او لي انا كيوزر جمالي. هيتسيبوا فين يا محمد؟ البابليك والبرايفت هيتسيب فين؟
قال لك جوه الهوم دايركتوري بتاع كل يوزر. فلو الدايركتوري لو اليوزر روت هو اللي بيجنريت دوت هيكون تحت الراجل اللي اسمه روت. طب لو يوزر عادي اللي بيجنريت تحت هوم اسم اليوزر. صح كده؟ طيب بيتكريت بقى دايركتوري هيدن اسمه دوت اس اس اتش. خلاص؟ بيكون في عندي دايركتوري هيدن يا شباب اسمه ايه؟ دوت اس اس اتش. من جوه الاس اس اتش بقى بيكون في عندك البابليك والبرايفت. من جوه الاس اس اتش يا شباب بيكون عندي البابليك والبرايفت. طيب جميل جدا. طب بيسموا ايه؟ على حسب نوع الانكريبشن ميكانيزم اللي انت اخترته، اما الفايل يكون اسمه كده اي دي اندرسكور ار اس اي او اي دي اندرسكور دي اس اي. ده البرايفت. البابليك بيكون اخره دوت باب. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. يلا بينا نشوف الكلام ده هيتم ازاي. لو انا جيت في الماشينه ديت وجيت اقول له كده اس اس اتش داش كي جن، لو جيت اقول له انتر كده قال لي ايه؟ قال لي يا باشا انا هعمل لك عمليه جنريتنج للبابليك والبرايفت والاثنين بير زي ما انتم شايفين هم، بس من نوع ايه؟ ار اس اي. طب لو واحد بقى عايز يقول لا والله انا راجل عايز استخدم الدي اس اي بتاع الراجل المصري بتاعنا، يبقى نفس الفكره اهوت، بس هتقول له كده داش تي وتقول له انا عايز استخدم الدي اس اي. خلاص انتر. راح قال لي برضو ايه؟ انا هجنريت برضو البابليك والبرايفت بس من نوع دي اس اي علشان انت اللي اخترت. خلاص. وهتسيبه فين؟ علشان انا روت، عشان عرف ان انا روت هيخزنه تحت الدايركتوري اللي اسمه روت دوت اس اس اتش، وهيكريت الفايل اللي هو مين؟ ده البرايفت بتاعي. خلاص. طبعا هقول له انت رحت فين؟ طبعا بيقول لي انت هو ده المكان، يعني ده المكان اللي انا هخزن فيه. لو انت موافق على المكان ده ماشي، لو انت مش موافق على المكان ده حط المكان الجديد. يعني نقول له لا والله انا عايزه مثلا تحت التي سي مثلا، يعني واحد حابب له تي مثلا يعني. خلاص. بس انا اقول له لا هو ده الديفولت زي الفل. المفروض اقول له كده انتر. تمام. بعد يدخل في المرحله بعد كده وقال لي ايه؟ طيب بعد اذنك يا باشا دخل لي الباس فريز. ايه هي الباس فريز ديت؟ ده عباره عن باسورد بتتحط على البرايفت. خلاص. علشان ايه؟ علشان تزود ليفل التشفير. الباس فريز يا شباب عباره عن باسورد بتتحط على البرايفت عشان تزود ليفل التشفير. زي ايه؟ عشان قلت لكم ان الراجل ده ممكن يقدر يطلع على البرايفت. لو اطلع عليها هيقدر يعمل ايه؟ هيقدر يديكريبت اي مسج جايه لي. صح؟ طيب جميل جدا. لو انا بقى قلت لا والله لو الراجل ده قدر يطلع على البرايفت، عايزه ما يقدرش يقرا المسج برضه، بحط باس فريز على ايه؟ على البرايفت اللي هي باسورد يعني. طب بتعمل ايه ديت؟ قال لك والله لما بيجي يابلاي البرايفت كده على المسج عشان يفكها يقول له طب دخل لي الباسورد الاول. عارفين عامل زي ايه بالظبط؟ تخيلوا كده مثلا انا عندي خزنه وليها مفتاح. خلاص. فالمفتاح وقع مني او حد مثلا اخده. الراجل ده بمجرد ما يوصل للخزنه هيقدر يعمل ايه؟ هيقدر يفتحها وياخد كل اللي جواها. صح كده؟ طب لو جبت خزنه بقى متقدمه اكتر ادفانسد شويه اللي هي خزنه بمفتاح وكلمه سر، هعمل ايه؟ لو المفتاح وقع مني والراجل ده قدر يوصل للخزنه هيقدر يفتحها؟ لا. لسه ليه ليفل تاني لازم يعديه. لو يركب المفتاح يقول له طب دخل لي الباسورد الاول عشان اقدر عشان اقدر افتح لك الخزنه. اهو بالظبط الباس فريز تيبيكال حاجه زي كده. لو انت قدرت تاخد البرايفت مفيش مشكله خدها، بس عشان تديكريبت اي مسج دخل لي الباسورد. قدرت تدخلها زي الفل، ما قدرتش هو كده البرايفت معاك ولا ليها اي 30 لازمه. خلاص. طبعا انا في الاول هنا مش هحط باس فريز اقول له كده انتر، ما دام مش هحط باس فريز هقول له كده انتر كمان. خلاص. قال لي والله يا باشا البرايفت بتاعتك الايدنتيفيكيشن بتاعتك اتسيفت في المكان ده، والبابليك بتاعتك اتسيفت في المكان ده اللي هو نفس المكان يعني، بس واحد اسمه اي دي دوت اي دي ار اس اي او دي اس اي دوت باب، واحد اي دي دي اس اي بس. تمام. ده كده البرايفت وده كده مين؟ ده كده البابليك. وده شكل كده زي راندوم ايمج كده للكي بتاعتك، حاجه كده غير مفهومه بالمره. صعب جدا جدا ان حد اصلا يقدر يعني لما يجي ابلاي الايمج ديت على اي مسج بتتحول لحاجه اصلا غير مفهومه.
تمام. وخلي بالكم بقى الراجل ده معمول بنظام اللي هو ما تقدرش، لو انت شايف الانكريبتد مسج ما تقدرش تفكها لو اتنططت قدامها الا لو قدرت تحصل على البرايفت. تمام، يعني مش هقدر افك خالص الراجل ده الا لما يبقى معايا مين؟ لما يبقى معايا البرايفت. حاسس ان انا هسقع خلاص. طيب مفيش مشكله. ده كده بالنسبه لمين يا شباب؟ بالنسبه ازاي ان انا اجنريت البابليك والبرايفت. طيب ازاي بقى انا من واحد اكونكت على الراجل اللي هو رقم 2 ده؟ يعني ازاي وانا قاعد على الجهاز رقم 1 اروح للجهاز رقم 2 خلاص، او اجيب الجهاز رقم 2 لحد عندي، يعني اخليه هو اللي يجي لي لحد عندي وانا قاعد مكاني. جميل جدا. انت هتكونكت على الجهاز ده يبقى لازم يكون معاك اي بي، صح؟ عشان تحدد ايه هو الجهاز اللي انت هتروح له، صح كده؟ تاني حاجه انا هدخل جوه الجهاز ده يبقى لازم يكون معايا يوزر نيم، انا كونكت عليه اصلا، هفتح سيشن يبقى لازم يكون معايا يوزر، وفي نفس الوقت معايا ايه؟ باسورد. لا مش محتاج ديستنيشن، انا بفتح التيرمينال على السيرفر بس بجيبها عندي. ما دام التيرمينال هتتفتح لازم تتفتح هناك بصلاحيات يوزر. ما دام هتتفتح بصلاحيات يوزر يبقى لازم معايا الاكونت نفسه اللي هو اليوزر والباسورد. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. انا معايا دلوقتي، خلينا من الجهاز اللي انا فيه ده، دوت هروح اكونكت على الجهاز ده تاني. افتح لي ده كده. طيب بصوا يا شباب، باي ديفولت عشان البروتوكول اللي اسمه SSH يشتغل في سيرفيس عندي اسمها SSHD. علشان البروتوكول اللي اسمه SSH اصلا يشتغل في سيرفيس هي اللي بتعمل البروتوكول ده، هي اللي بتنيبل البروتوكول ده. طب ليه سيرفيس هي اللي بتنيبل البروتوكول يا شريف؟ اجي اقول لك انا ليه يا سيدي. دلوقتي البروتوكول ده معمول علشان الريموت كونكشن، صح؟ يعني واحد هيكونكت يجي من جهاز للجهاز الثاني، يبقى لازم يكون في شخص منتظر ورا البوابه بتاع الجهاز الثاني يستقبل الريكوست بتاعه ويرد عليه. طب ما دام الراجل ده الريكوست بتاعه جاي لي من بره للجهاز بتاعي يبقى هيدخل عندي من خلال بورت معين، صح؟ ما دام الريكوست جاي من جهاز لجهاز ثاني يبقى الريكوست ده مش هيدخل جوه الجهاز الثاني لما يكون ايه؟ ما يكون في بورت، صح كده؟ طيب عشان يكون في بورت والبورت ده يشتغل لازم تكون في سيرفيس هي اللي مسؤوله عن البورت دوت، هي اللي بتشغله، هي اللي بتقفله، هي اللي تقول والله انا هشتغل او ما اشتغلش. تمام؟ فالسيرفيس دي اسمها ايه؟ اسمها SSHD، والبورت بتاعها الديفولت بورت بتاعها اللي هو 22. الديفولت بورت يا شباب بتاع SSH 22 والديفولت بورت بتاع التلنت 23. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. نيجي دلوقتي لازم يا يسري ما دام قلنا ان سيرفيس هي اللي تستقبل الريكوست وهي اللي تبقى واقفه ورا البورت عشان تاخد الريكوست بتاعك وترد عليك، لازم تكون شغاله، صح؟ يبقى لازم اتاكد ان السيرفيس شغاله عند السيرفر. لازم اتاكد ان السيرفيس شغاله فين يا شباب؟ عند السيرفر. طب انا جيت على السيرفر اهوت، عايز اعرف الاي بي الاول بتاعه ايه؟ عرفت الاي بي بتاعه اللي هو 110 زي الفل، ده الاي بي بتاعي اللي هو 124.110. طيب السيرفيس بقى شغاله ولا مش شغاله؟ احنا اخدنا امر جميل جدا اسمه سيستم كنترول، ومعاه الاوبشن اللي هو ستاتس، صح كده؟ ومعاه الاوبشن، معاه اسم السيرفيس بتاعت اللي انت لسه قايل لي عليها اسمها SSHD. اقول له كده انتر. قال لي ده الاوبن SSH سيرفر ديمون، السيرفيس هي لودد موجوده عندي بس للاسف ديسيبلد، يعني كل ما الجهاز يشتغل السيرفيس دي ايه؟ مش بتشتغل، عشان كده حالتها هي اناكتيف. حالتها هي ايه؟ اناكتيف. محتاج اعمل ايه؟ اعملها انيبل. باي ديفولت انتوا هتلاقوها شغاله اصلا، باي ديفولت السيرفيس دي لازم تبقى شغاله، بس احنا لما كنا بناخد اللي هو كنترول سيرفيس والسيستم دي كان التيست بتاعنا الاس اس اتش ديت لما شلناها من الستارت اب عملنا لها ديسيبل. خلاص؟ فانا المفروض اقول له كده يا سيستم كنترول بعد اذنك روح واعمل لي انيبل للسيرفيس اللي اسمها اس اس اتش دي. كده قال لي والله ده انا عملت لك لها لينك تاني، اصبح دلوقتي ان السيرفيس دي هتشتغل في المالتي يوزر بتاعك. طيب جميل جدا. بعد كده اقول له كده يا سيستم كنترول عايز اعمل ستارت للسيرفيس دي، عايز اشغلها عشان تقدر تستقبل الريكوستات بتاعت الناس. خلاص كده اشتغلت. لو جيت اتشيك على الستاتس بقى بتاعتها تاني مره الاقي ان قال لي ايه؟ والله يا باشا دي بقت اكتف وراننج زي الفل اهيت، وبقت ايه كمان؟ وبقت انيبلد، يعني معنى كده ان كل ما الجهاز بتاعي يشتغل هي هتشتغل لوحدها. طيب زي الفل كده انا اتاكدت ان السيرفيس شغاله وعرفت الاي بي بتاع السيرفر ومعايا اليوزر نيم والباسورد.
نعمل ايه بعد كده؟ اروح للجهاز التاني. خلي بالكم لو جيت اقول له كده هوست نيم هنا على الجهاز ده، قال لي ان الجهاز بتاعك اسمه حاجه اسمها لوكال هوست دوت لوكال دومين، اللي هو مش الماشينه الجديده مش واخده هوست نيم. خلاص؟ طيب هقول له كده اس اس اتش، اجي نروح على السيرفر، اجي نروح باليوزر ده على السيرفر اللي هو الاي بي بتاعه دوت 192.168.24.110. نيجي هنا بقى ايه نقول ازاي ان انا بكونكت ازاي؟ عن طريق امر اسمه اس اس اتش. الامر اللي اسمه اس اس اتش ده الكلاينت اللي هو بيكونكت ريموتلي على سيرفر تاني. طيب احنا قلنا انا معايا 3 بيانات، اي بي ويوزر وباسورد. انت بتقول له اس اس اتش انا عايز استخدم اليوزر ده اللي هو ايا كان اليوزر ده ايه اللي موجود على الماشينه ات الاي بي اللي هو موجود على الماشينه ديت. بتقول له انا عايز استخدم يوزر على ماشينه ثانيه، بتقول له كده اليوزر ات الماشينه نفسها. خلاص؟ وبعد كده بتقول له انتر. خلاص؟ بيروح هو يعمل ايه؟ يعمل عمليه ان هو يبعت ريكوست الاول الماشينه رقم 2، يقول لها يا ماشينه رقم 2 بعد اذنك الراجل المحترم ده عايز يفتح سيشن ما بينكم انتوا الاثنين، والسيشن دي هتبقى انكريبتد عن طريق البابليك بتاعك انت. فبعد اذنك اديني البابليك علشان اديه للراجل ده عشان اي مسج هو عايز يبعتها لك عايز يشفرها. خلاص؟ فبص كده لما اجي اقول له كده المسج دي تقول له كده انتر، راح بدا يقول لي ايه؟ بدا يقول لي طب والله يا باشا الكونكشن الراجل ده مش هيقدر يكمل الا لما توافق على عمليه ايه؟ الاكسشينج، ان انا اخد البابليك بتاعي انا اوديه هناك واجيب البابليك اللي هناك اسيبه عندي. بنتبادل، احنا قلنا الاثنين بيتبادلوا البابليك مع بعض. فانا اقول له ايه؟ بص لو جيت اقول له كده ايه؟ واي موافق، قال لي ما تهزرش معايا، يا تكتب يس كامله يا تكتب نو كامله، انا ما بفهمش الكلام ده. تمام؟ هو ما بيهزرش. خلاص؟ اصل الموضوع مش يس وخلاص. اقول له ماشي يا سيدي يس اهو. تمام؟ بدا يقول لي طب خلاص يا باشا بيرمنتلي ادد، انا ضفت البابليك بتاع الراجل ده. خلاص؟ وبقى موجود عندي في حاجه اسمها نون هوستس. نيجي بقى في المكان ده، مش احنا قلنا بنخزن فيه البابليك البرايفت والبابليك؟ هيتكريت فايل تاني اسمه نون هوستس. الفايل اللي اسمه نون هوستس ده يا شباب بيكون متخزن فيه مين؟ بيكون متخزن فيه كل الهوستات اللي انا واخد البابليك بتاعهم. ما هو الجهاز بتاعي ممكن يكونكت على الاف الاجهزه او على عشرات الاجهزه. هخزن البابليك بتاع كل جهاز تاني فين؟ هكريته فايل؟ مش لوجيك. فانا هكريت فايل واحد واخزن فيه كل البابليك بتاع الناس كلها، لكن البابليك بتاعي انا متخزن لوحده في فايل لوحده. طيب جميل جدا. قال لي بيرمنتلي ادد الراجل ده، وبعد كده بدا يقول لي طب دخل لي الباسورد بتاعت اليوزر روت اللي على الماشينه دي. هقول له الباسورد اهي. راح عمل ايه؟ عمل الكونكشن اهوت. خلاص؟ وقال لي يا باشا انت بقيت على الماشينه اللي هناك. لو انا عايز اتاكد دلوقتي لما كنت بقول له كده هوست نيم، قال لي ان انت على الماشينه اللي هي مين؟ اللي هي اللوكال هوست. المره دي لو جيت اقول له كده طب هوست نيم كده، قال لي لا يا باشا ده انت على الماشينه اللي هي اسمها جمال دوت سينيور. انت على الماشينه الثانيه بقى اللي هي هناك. لو احنا رحنا للماشينه اللي هي هناك بقى كده، تعالى جنب كده. لو جينا على الماشينه ديت وجينا قلنا طب الهوست نيم بتاعك ايه؟ هتقول لي ان الهوست نيم بتاعي اللي هو جمال ايه؟ جمال دوت سينيور. يبقى انا من الماشينه رقم 2 ديت خلاص بقيت قاعد لوكالي على الماشينه اللي هي هناك. خلاص كده يا شباب؟ لو عايز اخرج اقول له كده اكزت. لو عايز اخرج اقفل السيشن بقى اللي هو ايه؟ اقول للسيشن انا عايز اقفل السيشن بتاعتي اكزت. خلاص؟ قال لي والله يا باشا انا قفلت لك السيشن من على السيرفر. رجعت تاني بقى ايه؟ للسيرفر بتاعي اللي هو لوكال هوست دوت لوكال دومين. بص كده لو جيت اقول له كده يا سيدي ادخل لي جوه الروت، جوه الدايركت اللي اسمه دوت اس اس اتش. تمام؟ لو جيت اقول له كده ال اس ماينس ال، هلاقي عندي بص كده كام بابليك؟ 2 بابليك و2 برايفت، عشان عملت 2 و2. اول مره عملت باللي هو الار اس اي لو انتم فاكرين، وبعد كده قلنا لا والله ده انا عايز اكريت بمين؟ بالدي اس اي. والنون هوستس ده اللي هو موجود في مين؟ البابليك بتاعتي. بص كده لو جيت اقول له كده كات الفايل اللي اسمه نون هوستس، هلاقي فيه ده البابليك. ما هو الانكريبتد، ما هو البابليك هو ده، ما هو ده عباره عن كي بيتحط كده عشان يشفر اي مسج. هو ده شكل الكي. مفيش جنريتور ممكن يفتح الحاجات
خالص. الوحيد اللي يفك هو البرايفت. طب ما فيش حد ممكن ما يعرف يوصل للبرايفت عشان يعرف محدش يقدر يوصل للبرايفت الا اذا عمل اتاك على السيرفر بتاعك. بس لو وصل له خلاص الباسورد بتاعه. ما هو لو قدر ياتاك على السيرفر بتاعك خلاص، هو البابليك والبرايفت بالنسبه له ما هو مش محتاجهم. يعني هو دخل على السيرفر يعيش حياته براحته. بس حته الاتاك يعني عموما بتبقى صعبه شويه لان كل البورتات بتبقى متقفله في لينكس عامه، يعني بيبقى الدنيا سكيورتي عليها ليميتيشن عالي قوي. خلاص كده يا شباب؟ حد فاهم الجزئيه ديت؟ حد فاهم الجزئيه دي يا شباب؟ طيب ركزوا معايا يا شباب، ركزوا معايا ركزوا معايا ركزوا معايا، تركيز تركيز تركيز. دلوقتي ايه ده؟ تعالى ارجع تاني اهوت. هو ثاني هو لو حضرتك عملت اثنين بابليك، واحد بالدي 3 واحد مثلا لما بيجي بعد ريكوست او كده هيشتغل بأي واحد؟ بالديفولت اللي هو اس اس اتش اس اس اتش ثواني كده دقيقة واحدة. اس اس اتش داش ايجنت ماشي. بص هقول له كده اس اس اتش اد بعد كده داش ال علشان اليست مين هو الديفولت ايدنتيفيكيشن بتاعي اللي هو لما اي حد بيكلمني بيرد عليه. خلاص رجع وقال لي والله انت عندك اثنين اهوت، بس الديفولت الاساسي اللي هو مين؟ الار اس اي. يعني اول حد بيترد عليه بيترد بالار اس اي. تمام؟ ممكن انت بقى تقول له لا والله انا عايز الديفولت يبقى الدي اس اي. هتقول له بس كده اد وبعد كده المفروض ان انت تحدد المسار. تقول له كده جوه الروت جوه دوت اس اس اتش عندك اللي هو الاي دي اندرسكور دي اس اي. تمام؟ تقول له ده الديفولت بتاعي. خلاص قال لي ان هو ايه، انا ضفت لك يا باشا الراجل ده. اذا اي حد هيكلمك هستخدم الدي اس اي انكريبشن ميكانيزم، فهديله البابليك بس اللي من نوع مين؟ اللي من نوع الدي اس اي. خلاص كده؟ طيب كده احنا ليه؟ لا مش لازم يعني هما الانكريبشن الاثنين بيفهموا بعض يعني. تمام؟ طيب دلوقتي يا شباب انا عايز اعمل ايه؟ عايز طبعا كل ما انا كونكت بالشكل ده، يعني كل ما انا كونكت بالشكل دوت بيطلب مني مين؟ الباسورد، صح كده؟ لو انا عايز ابقى تراستد للسيرفر، يعني عايز اقول للسيرفر يا سيرفر كل ما انا كنسلت مش هكمل. لو انا عايز اقول للسيرفر يا سيرفر انا مش كل ما انا كونكت عليك تسالني على الباسورد. كمان في حاجه تاني هنعملها دلوقتي حالا. انا هروح عند السيرفر واغير مين؟ لا مش هغير البابليك والبرايفت. هجبر السيستم ان اقول له اي حد يكونكت عليك ما يعني اقفل عمليه اليوزر نيم والباسورد. ليه؟ انا ممكن مثلا عمرو بيكونكت على السيرفر مثلا بتاع رامي فكتب اليوزر نيم والباسورد، فالراجل ده انا عارف يعني عمرو قدر يشوف اليوزر نيم والباسورد وايه ورامي هو بيكتبه، صح كده؟ ممكن يعمل ايه؟ عمرو يجي عنده كده في البيت او في اي مكان ويكونكت، صح كده؟ لا انا عايز بقى ايه؟ عمرو عايز يقول الجهاز بتاعه حتى لو الراجل ده عرف اليوزر نيم والباسورد مش هيقدر يكونكت. ازاي بقى؟ هربط الاجهزه ببعض. يعني انا هقول للسيرفر رقم 2 ما تفتحش السيشن ريموتلي الا للجهاز ده بس. انت فاهمين ازاي؟ طيب ما دام انا بقول له هفتح ايه؟ مش بالماك ده بالاي دي نفسها، بالاي دي نفسه، الاي دي اللي هو البابليك والبرايفت. تمام؟ ده معناه ايه بقى؟ البابليك والبرايفت يا شباب بيكون لهم حاجه اسمها فينجر برينت. كل جهاز بيكون ليه فينجر برينت. خلاص؟ انا هبعت الفينجر برينت بتاعي الموجود هنا عند السيرفر. هبعت الفينجر برينت بتاعي عند مين؟ وهاجي عند السيرفر اقول له اعمل عمليه ديسيبل لليوزر نيم والباسورد. انتوا فاهمين ازاي؟ هديسيبل اصلا عمليه اليوزر نيم والباسورد، خلاص ما بقتش موجوده اصلا موضوع اليوزر نيم والباسورد، وبقيت عامل انيبل لمين يا محمود؟ للفينجر برينت بس. خلاص؟ اصبح دلوقتي اي جهاز يجيني في الحياه ما دام الفينجر برينت بتاعته مش هي هيتقطع، يعني الكونكشن هيتقطع. بالظبط. اصلا انا بكونكت معاك بالفينجر برينت اللي هو حاجه اصلا اقوى من، خلي بالكم الفينجر برينت هو ليفل اعلى من اليوزر نيم والباسورد. ليه؟
بص يعني هقول لك انت مثلا يعني في شفت انت في لابتوب كده بيكون بيتفتح بفينجر برينت. بس صح هو كده؟ ده فينجر برنت بتاع البني ادم يعني. ما هو نفس الكلام، الجهاز نفسه ده سيستم، ده سوفت وير. السوفت وير ده له برضه فينجر برينت. تمام، فاهم ازاي؟ والفينجر اسمها فينجر برينت، والفينجر برينت ديت استحاله ان هي تتكرر لاي جهاز تاني. يعني خاصه بالسوفت وير اللي على الماشين. بالظبط كده. تمام. هتيجي تقول لي طيب عرفتها ازاي الفينجر برينت؟ يا سلام، فاكر لما جيت اقول له كده SSH-L هي دي الشكل ده كده، هو ده الفينجر برينت. ده ايه الفينجر برينت؟ اجي اقول لك على حاجه كمان، لو جينا رحنا عند الجهاز تاني، ركز معايا كده. انزل انت، تعالى على جنب. فتحنا ده كده، بص كده معايا. لو جينا على الجهاز ده قلت له كده SSH كيجن انتر، طبعا هيجنريت بابليك وبرايفت عادي، RC او DC مش هتفرق بقى، خلاص احنا عارفين ازاي نغير. لو جيت اقول له انتر كده قال لي انتر باس فريز، اقول له لا مش عايز باس فريز، انتر اجين. تمام. بص كده على الحته اللي انا هظللها لك. خلاص كده. فده الفينجر برينت بتوع الاثنين كي مع بعض، اللي هو الكومبينيشن اللي بين الاثنين، يعني في حاجه ريليشن شيب ما بين البابليك والبرايفت بتخلي البابليك ده هو البرايفت عارف ان هو ده البابليك بتاعه، زي ما في ريليشن ما بين المفتاح والكالون، الكالون عارف ان ده هو ده المفتاح بتاعي، اي مفتاح ثاني لا. خلاص نفس الفكره بقى. انا بعمل ايه يا محمود؟ ببعت الفينجر برينت بتاعتي ديت بوديها هناك، بقول له خدها، خد دي بتاعتي انا، احفظها عندك انت، وديسيبل اليوزر نيم والباسورد. كل لما اجي انا لوج بقى على السيرفر ده يقول لي اتفضل يا باشا شبيك له فيك. خلاص. ازاي يتم الكلام ده؟ تعالى بقى نشوف ازاي يتم الكلام ده يا شباب. هاجي كده عند المكنه بتاعتي ديت، وهران امر اسمه SSH-copy ID. SSH-copy ID ده معناه يا خالد بقول له اعمل لي كوبي للاي دي بتاعي اللي هو الفينجر برينت بتاعي، واديهولي عند مين؟ واديهولي عند اليوزر اللي اسمه روت، اللي موجود على المكنه اللي هي 192 168 124 110. خلاص. هيقول لي ماشي يا سيدي. بدا يقول لي طيب خلاص انا هكوبي الاي دي وزي الفل وشويه معلومات، ماشي. طيب دخل لي الباسورد بتاع الراجل اللي هناك ده، اقول له خد الباسورد يا سيدي اهيت. تمام. قال لي كده ايه نمبر اوف كي ادد 3، انا ضفت لك هناك 3. خلاص. يعني المفتاح هناك رقم 3، يعني عشان الماشين اللي هناك عليها البابليك والبرايفت. وبدا يقول لي بقى ايه، بص كده يا باشا، حاول بقى المره دي ان انت تريكونكت بالامر دوت. يعني بيقول لي حاول ترن الامر ده تاني. بص كده لو جيت ارن الامر ده تاني اللي حصل اللوجن على طول. تمام. طب تعالوا نعمل حاجه ظريفه. لو عايز اشيل بقى التراست خليه ان هو يسالني. يا سلام، هي دي اللي انا كنت عاملها. لو صبر خالد على جمال كان عرف المعلومه ديت في خلال 30 ثانيه. ماشي. طيب نيجي كده عند السيرفر بقى يا شباب. السيرفر هو عارف ان الماشينه رقم 1 هي تراست بالنسبه لي. طب مخزنها فين؟ ندخل في نفس الدايركت اللي هو root دوت SSH. لو جيت اقول له كده ls-l هلاقي ان زي ما في فايل ID وID ونون هوستس، بقى في فايل عندي حاجه اسمها authorized keys. في الراجل ده بخزن فيه مين هم الناس اللي authorized اللي مسموح لهم انهم يدخلوا عندي من غير ما يتسالوا. خلاص. بالظبط. لو جيت اقول له كده ايه كات الراجل اللي اسمه authorized keys، يا سلام، بص كده بدا يقول لي ايه، بدا يقول لي ديت الكيز بتاعه الناس اللي انا ايه اللي انا عامل لهم authorized. طبعا ادي 1 ادي 2 تمام، وادي دول 3. عشان كده قال لي نمبر اوف كيز اللي هم اضافوا 3. خلاص كده يا شباب، اللي هو 3 كيز يعني جوه السيستم نفسه. طيب جميل جدا. لو انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ لو انا عايز اريموف الكلام ده اقول له كده rm-rf الراجل اللي اسمه authorized keys همسحه خالص. ls-l خلاص الراجل ده اتلغي. لو جيت من هنا هخرج كده اعمل لوج اوت وريكونكت من تاني، لا بدا يسالني عن الباسورد تاني. طب بص بقى، تعالى نلغي ديت ونروح نديسيبل موضوع اليوزر نيم والباسورد عند السيرفر.
نقول للسيرفر انا مش عايز بقى الراجل ده، مش عايز يوزر نيم وباسورد خالص في النص. بصوا بقى كده يا شباب، هاجي عند السيرفر وهدخل على الكونفيجريشن فايل. الكونفيجريشن فايل بتاع السيرفيس دي موجود فين؟ موجود جوه الاي تي سي، جوه اس اس اتش، جوه اس اس اتش دي اندرسكور كونفيج. ده الكونفيجريشن فايل بتاع الراجل ده. تعال نعمل اكتر من حاجه، نغير الديفولت بورت. الراجل ده الديفولت بورت بتاعه اللي هو 22 نغيره، نخليه بورت تاني خالص، ونغير كمان نقفل الباسورد. تمام؟ يبقى اقول له كده في اي ام جوه الاي تي سي، جوه اس اس اتش، جوه اس اس اتش دي اندرسكور كونفيج، ادخل لي عليها. هتنزل كده، تنزل هتلاقي عندك اول حاجه كده ايه؟ البورت بتاع الراجل ده، البورت 22. طبعا اول حاجه هشيل الهاش، لان اي حاجه قبلها هاش دي معناها كومنت، يعني معناها كانها اصلا ملهاش وجود. تمام؟ بلغيها من الكومنت عشان تشتغل، واجي في الانسرت مود اقول له والله البورت بتاعي مثلا كام؟ لا 23 بلاش، خليها بورت كبير قوي، يعني بورت صعب التخمين. مثلا نخليه 50 مثلا. البورت بتاعي 50 عشان تصعب على الراجل، عشان في نوع من انواع الاتاكس، في حاجه اسمها بروت فورس اتاك، وفي نوع من انواع الاتاك اللي هو الدوس اتاك او الديدوس اتاك. ده الحاجات ديت ببعت لك ريكوستات كتير جدا جدا على بورت. تمام؟ معروفه ان اس اس اتش بورتها 22. طب لو انا جيت غيرت البورت، انا غيرت البورت، الراجل اللي بيبعت ريكوستات من بره ما يعرفش البورت ايه الديفولت، فعمال يبعت على 22، عمال يتعمل لها دروب. فاهمين ازاي؟ ده الف بي سكيورتي او اي بي سكيورتي يعني. طيب هخلي البورت كام؟ 50. طب زي الفل. بعد كده هنزل كده ننزل مع بعضنا شويه لحد في حاجه اسمها بصوا كده، اطلع لكم فوق شويه. في عندي بص حاجه اسمها باسورد اوثنتيكيشن باي ديفولت ايه؟ يس. يعني معناها يا باشا انا بانيبل الراجل ده ان هو يكونكت عليا بيوزر نيم وباسورد، اللي هي خاصيه الاوثنتيكيشن عن طريق الباسورد شغاله. حاجه اقول له لا الغيها لي. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. اسيف واخرج بقى كولون دبليو كيو عادي خالص اللي احنا عارفينه. بعد ما غيرت في السيرفيس لازم اريستارت مين؟ السيرفيس نفسها، عشان السيرفيس لسه حافظه الكونفيجريشن القديم. خلاص؟ فانا اقول له كده ايه؟ يا سيستم كنترول اعمل لي ريستارت للاس اس اتش دي. عايز اتاكد ان هي شغاله. بصوا كده بدا يطلع لي اليرم اهوت، بدا الاس لينكس يصوت. ده اعلى لير في الفاير رول عندي، سوري اعلى لير في السكيورتي عندي. طبعا ان شاء الله هنبقى ندي لكم انترو عنه. تمام؟ بص كده بدا يقول لي يا باشا استنى، ده السوكت اللي هو البورت بتاعه 50 عامل عندي مشكله. ليه مشكله؟ علشان البورت ده مش بتاع السيرفيس دي، فبيعتبرها نوع من انواع الاتاكس، فمنع الكوميونيكيشن ده انه يتم. خلاص؟ فانا علشان بص يعني دلوقتي هو طبعا المفروض ان احنا بنشوف الكلام ده وبتحل المشكله ديت، يعني المفروض ان انت بتحل الراجل دوت. تمام؟ لو انت جيت قلت له كده ترابل شوت هتلاقي بيقول لك ايه؟ بيقول لك طب والله يا باشا لا مش في حد واخد البورت ده محجوز لحد تاني. في سيرفيس عليه اساسا. هي في سيرفيس عليه بس هو مش اكتف، بس محجوز لسيرفيس تاني. يعني ما ينفعش تستخدمه. خلاص؟ فانا هعمل ايه؟ حاجه طبعا اقول له كده اس اس اتش دي. ايه ده؟ ايه اس اس اتش دي ديت؟ ستيتس اس اس اتش دي. بصوا كده حالتها فيها مشكله اصلا. فيها مشكله ليه؟ علشان بسبب البورت. خلاص؟ فانا هعمل ايه بقى يا شباب؟ هقول له كده هران امر اسمه set enforce 0 مؤقتا. ده امر مؤقتا فقط لا غير، لحد التراك الثاني ان شاء الله لما ناخد الاس لينكس ونعرف ازاي بنتعامل معاه. set enforce معناها بتستقبل الاس لينكس، بقول له بقى اقفل شويه، ريح نفسك شويه. خلاص كده؟ اللي هو كأني عملت له ديسيبل. لو جيت اقول له كده الستاتس لسه السيرفيس برده مش شغاله، تمام؟ المفروض ان انا اعمل لها ريستارت بقى تاني، اقول لها على فكره ان انا وقفت لك الاس لينكس اشتغلي بقى. خلاص؟ لو جيت اجيب لي الستاتس بتاعتها بص عملت ايه؟ يا سلام بدات تشتغل وزي الفل. تمام؟ وبس بدا يقول لي ايه؟ بدا يقول لي خلي بالك السيرفر طبعا لو جينا صغرنا الخط شويه. بدا يقول لي ماشي يا باشا السيرفر ده شغال على الاي بي فيرجن 4 على بورت 50 وعلى اي بي فيرجن 6. ده النظام بتاع اي بي فيرجن 6 بورت برده كام؟ 50 بس خلي بالك الاس لينكس كان ايه؟
الاس لينكس بيبريفنت حاجه زي كده ان هي تتم، بس انت موقفه. ده وورنينج، ده وورنينج كده، وورنينج مسج. خلاص بيقول لك خلي بالك احذر ان انت في عندك مصيبه سوداء. لو عايزين نعمل رن البورتس اللي اوريدي عندنا زي النت ستيل مثلا. جميل جدا. لو عايز اشوف البورت فيها يعني بورتس تاني غير المستخدم. لو هو البورت ده مش مستخدم او اوريدي على انا فاهم، هو البورت ده مش مستخدم. الفكره بس ان الاس لينكس عنده داتابيس بيقول مثلا ان بورت 25 الميل، 53 دي ان اس، 67 دي اتش سي بي، 23 اس اس اتش سوري تلنت، 22 اس اس اتش، 80 اتش تي تي بي. هو حافظ عنده في الداتابيس دي. لما تيجي تاخد 80 تدي لي الميل، الاس لينكس يصوت يقول لك انت بتعمل حاجه خطيره جدا، انت بتاخد حاجه بتاعت حد بتديها لحد تاني هي مش بتاعته. فانا كاس لينكس انا قلت لكم الراجل ده اعلى لير في السكيورتي في اللينكس بيمنع الكلام ده. انا رحت قلت له ريح دماغك شويه، وقفته بس. انتوا فاهمين؟ انا وقفته يعني قلت له اعملوا ديسيبل بس مؤقتا لحد بعد كده ما نعرف ان شاء الله نتعامل معاه. طيب هو في العادي المفروض في لا طبعا استحاله. لا ما هو لما انت تعرف الميكانيزم بتاع الاس لينكس اللي هو شغال بحاجه اسمها الليبلنج وحاجه اسمها سكيورتي كونتكست، تاخد الكونتكست او السكيورتي كونتكست بتاع البورت 22 تحطه على البورت الجديد اللي هو 5050 كده ما يعملش معاك مشكله. اللي هو هترن امر اسمه اس اي مانج، بعد كده تقول له كده ايه بورت، بعد كده تقول له كده داش ايه انا عايزه اد وعايزه داش تي هتشنج التايب بتاعي. تمام. التايب الجديد بتاعك ايه؟ اس اس اتش دي اندرسكور تي للبورت كام؟ البورت 5050. ترن الامر ده ايه ده؟ تمام. وتقول له كده داش بي البروتوكول بتاع الراجل ده تي سي بي. ما هو البورت ده مش بيشتغل كده، اما بيستخدم بروتوكول معين يا تي سي بي او دي بي. اقول له كده انتر، هو كده ايه بدا يعيش مع نفسه. انفاليد التايب نفسه، التايب ده مش صح. اس اس اتش اندرسكور تي برضه لا. طيب ممكن اقول له كده اعمل لي ليست واللي خارج اعمل لي جريب على اس اس اتش. عايز اعرف الاس اس اتش البورت اس اس اتش اندرسكور بورت اندرسكور تي يبقى الاسم نفسه اللي انا كنت بحطه كان غلط. هي حتى تحس ان الايرورز بتاعت اللينكس يعني حتى ميك سنس، حاجه كده بيعرفك المشكله فين بالظبط. اول مشكله كانت في البروتوكول، فقال لي البروتوكول او البروتو اوبشن نيدد علشان تاد. تمام. فانا عرفت لا ده الراجل ده بورت لازم ياخد بروتوكول معين. بعد كده كتبت قال لي لا والله الراجل ده خطا، الراجل ده خطا. بعد كده عملت له ليست، طبعا لو جيت اقول له انتر كده خلاص البورت بتاعي ايه؟ هنا بيقول لي اوريدي ديفايند. تمام. الفاليو ايرور اصلا لان هو اصلا الراجل ده متعرف قبل كده. تمام. طيب جميل جدا. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اتست بقى ان الدنيا بتاعتي شغاله. هروح عند السيرفر هروح عند الكلاينت. يبقى انا اللي انا عملته عند السيرفر يا شباب، دخلت على الكونفيجريشن فايل، غيرت البورت وقفلت مين؟ وقفلت الباسورد. لما جيت اعمل ريستارت حصلت مشكله، عرفت ان المشكله في الاس اي لينكس، فعملت سيت انفورس مسافه 0. عملت عمليه ريستارت تاني للسيرفيس علشان لو انت جبت الستاتس بتاعتها كانت فيها مشكله. لما عملت ريستارت تاني اللي هو زي نظام ريفريش، على فكره انا وقفت لك الاس اي لينكس. خلاص. بص لو جيت هنا بقى، لو جيت استخدم الكونكشن العادي كده في الاول، كونكشن ريفيوزد. ليه؟ عشان البورت ده ما بقاش موجود. هو شايف ان البورت، ما هو لما خلي بالك لما يقول لك كونكشن ريفيوزد وكاتب لك البورت حاجه من اتنين، يا الفاير وول قافل البورت ده، يا البورت ده مش مستخدم. بس سوري الفاير وول مش هيبقى قافله. لو انا اللي عامل يعني اللي عامل رول معينه جوه الفاير وول ان امنع لي الراجل ده تحديدا. لما اجي اقول له امنع لي الراجل ده تحديدا، المسج اللي هتظهر له ان هو الريكوست بتاعك ريفيوزد. خلاص. او ان البورت نفسه مش شغال، لان لو الفاير وول شغال بس قافل البورت هيطلع مسج غير كده خالص. يعني مسج غير كده لان احنا هنشوفها دلوقتي حالا. طيب انا غيرت البورت صح كده؟ البورت هناك كان كام؟ 50 عايز اقول لاس اس اتش ما تبعتش الريكوست بتاعك على 22، عايز اقول له بعته على 50.
ما دام هقول له ابعته على 50 50 يبقى انا اقول له كده يا باشا داش بي البورت بتاعي 50 50. بص كده لما اجي اقول له انتر المسج اتغيرت. المسج المره دي قال لي ايه؟ نو راوت تو هوست. نو راوت تو هوست بقى ده من الفاير وول. عشان انت الفاير وول قافل البورت ده، فالفاير وول ما خلاش الريكوست بتاعك اصلا وصل للبورت، عشان كده الرد عليه ان هو الريكوست بتاعك مش قادر يوصل. نو راوت تو هوست ريكوستك مش قادر يوصل اصلا للهوست، اتمنع من وصوله. تمام؟ طيب جميل جدا. اروح بقى عند مين؟ عند السيرفر واديسيبل الفاير وول. هديسيبل الفاير وول مؤقتا لان انا لسه مش عارف ازاي افتح بورت بالفاير وول. خلاص هديسيبل الفاير وول ازاي؟ سيستم سي تي ال ستوب فاير وول. تمام؟ هاجي اقول له انتر كده خلاص الفاير وول اتقفل. لو رحت كده عند الكلاينت تاني وجيت ارن الامر تاني، الله بص المسج بقى الثانيه بقى اختلفت. قال لي البرميشن دينايد علشان البابليك كي والكاسب تكست ديت حاجه اللي هو الكي اكس ديت اللي هي معناها ان السيرفر هناك قافل الاثنتيكيشن نفسها، قافل عمليه الاثنتيكيشن باليوزر نيم والباسورد. هي كانت يس يعني كان مسموح ان اي حد يكونكت بيوزر نيم وباسورد، انا خليتها نو. نو ما تخليش اي حد يكونكت بيوزر نيم وباسورد. تمام؟ طب الحل ايه بقى يا شباب؟ الحل ان انا بفتح الكونكشن لمده دقيقه واحده. بفتح الكونكشن هناك عند السيرفر دقيقه واحده، اقول للكلاينتس او انا ببعت ميل كده يا شباب انا هفتح السيشن بتاعه الاس اس اتش باليوزر نيم كذا والباسورد كذا من الساعه 10 ل 10 و5 دقائق. كل الناس تبعت البابليك بتاعها او تبعت الاي دي بتاعها اللي هو الفينجر برينت. خلاص؟ فالمفروض ان من 10 ل 10 و5 دقائق كل الناس ترن الامر ده عندها. ليه؟ علشان تبعت البابليك هناك. خلاص؟ فانا اروح اعمل ايه؟ نرجع كده للكلاينت، نرجع للكونفيجريشن فايل تاني، اروح بس كده ايه اقول له كده الباسورد اوثنتيكيشن انا عايزها يقيس لمده 5 دقائق. تمام؟ هشوف بس حاجه كده. ماشي زي الفل. طبعا بعد ما غيرت جوه الكونفيجريشن اللي هو خليت الباسورد اوثنتيكيشن رجعت يس تاني، هعمل ايه؟ هريستارت السيرفيس. خلاص؟ واجي اروح كده عند مين؟ عند الكلاينت بتاعي دوت، واجي اقول له يا باشا ابعت الاي دي بتاعك للراجل ده بس لازم داش بي البورت بتاعي 50 50 لان انا لو ما عملتش كده هيرجع لي ايه؟ كونكشن ريفيوزد ايرور، مش قادر يكونكت على الراجل ده على البورت اللي وراه رقم كام؟ 22 عشان هو متغير. فانا لازم اقول له كده داش بي البورت بتاعي 50 50. لما اجي اقول له انتر بدا يقول لي طب خلاص والله انا هروح اضيف لك الكي بتاعك، دخل لي الباسورد. دخل الباسورد قال لي خلاص الراجل ده ايه؟ الراجل ده اتادت هناك او اتاد هناك. خلاص؟ لو انا جيت بعمل ايه؟ اروح هناك ادخل على الكونفيجريشن فايل تاني وديسيبل مين؟ الباسورد اوثنتيكيشن اخليها نو وريستارت. اصبح دلوقتي خلاص محدش اي حد من بره هيبعت ريكويست هتطلع له المسج دي. اي حد هيبعت ريكويست هتطلع له المسج دي، لكن انا تحديدا لو بعت الريكويست بقى تاني كده هيتقال لي اتفضل شباك لوبيك. خلاص؟ وبدا يقول لي كمان ده انت اخر مره عملت فيها لوجن كنت جاي لي من الاي بي ده، لان انا كده فيزيكال قاعد على الماشين اللي هي 110 بعت لك مسج قالت لك ان اخر مره انت عملت فيها لوجن يوم 4 مارس جمعه الساعه ديت من الاي بي ده. خلاص كده يا شباب؟ ده كده مين؟ ده كده الاس اس اتش بكل مشتملاته. حد فهم حاجه؟ حد ما فهمش حاجه؟ طب حد عنده اي اسئله في الموضوع دوت؟ طبعا. في عندك امر اسمه دبليو بيقول لك مين اليوزرز المفتوحين، ولو في حد جاي لك بقى اوفر نتورك
انا قاعد على الماشينه ديت اهوت بيقول لي والله في سيشنز، اصل انا على السيرفر هناك. بص ركز معايا، لو انا السيرفر هنا في تيرمينال في 2 تيرمينال مفتوحين اهوت، فلما اجي اقول له كده دبليو بيقول لي دي التيرمينالز العاديه اللي هي لوكال، لكن ده مش لوكال. ده جاي لك من عند اي بي. تقدر بقى تشوف والله الراجل ده مشكوك في امره ولا مش مشكوك في امره. لو هو مشكوك في امره قشطه، يبقى انت تقدر تقفل السيشن عليه عادي خالص. لو هو مش مشكوك في امره او انت شايف ان الاي بي ده عادي، لا ده حد تبعك انت، خلاص بتسيبه شغال مع نفسه. ليه؟ السيشن بتاعته حاجه على حاجه اسمها البي تي اس 2. تقدر انت بقى تقول له كده بي اي دي اوف، ما هو فاتح لي حاجه اسمها تي 2 اي، بي اي دي اوف بي تي اس 2. طيب مش جايه، ممكن بقى تقول له كده بي اس ماينس اي او اكس، وتقول له كده انا عايز اجريب على الراجل اللي اسمه اي حاجه بي تي اس بس. هيجي يقول لي بي تي اس مين؟ بي تي اس 2 صح كده؟ البي اي دي بتاعها كام؟ تيجي تقول له تقدر تقول له كده كيل ماينس 9 للراجل ده. لو جيت تقول له كده دبليو السيشن بتاعته راحت، ولو انا رحت هناك الاقي اصلا الكونكشن هناك اتقفل. بص المسج حصل لها ايه؟ لوحدها. قشطه. سؤال حلو جدا يا احمد دوت، سؤال حلو قوي. القصه بتاعت الايكويفلنت بتاع الناس حلو جميل جدا، سؤال ممتاز برضو. الحته اللي انا كنت هجاوبها بس حاجه دخلتنا كده طيب بص يا شباب، لو انا عايز اعرف كل البورتات اللي شغاله على السيستم بتاعي تمام وفاتحه كونكشن، في عندي امر اسمه نت ستيت. في عندي امر اسمه نت، بصوا في عندي امر اسمه نت ستيت او اس اس، اي واحد منهم ده او ده، ومعاه اوبشن بقى ايه؟ ده الاثنين معاهم نفس الاوبشن داش ايه اللي هو فور اول، اللي هو جيب لي كل الكونكشن تمام اللي هو مفتوح عليا، ومعاه اوبشن ان هنا اللي هو جيب لي كل الكونكشن بالنظام اللي هو النيوميريك، اللي هو لو اي حاجه مفتوحه يجيب لي الاي بي بتاعها بالنظام النيوميريك والبورت بالنيوميريك اللي هو اي بي كذا وبورت كذا. وبعد كده الكونكشن المفتوح عليك ممكن يكون اما تي سي بي او اما يو دي بي صح؟ يبقى انا اقول له كده كل الحاجات اللي هي تي سي بي او يو دي بي اللي هي تي يو. خلاص. وطبعا لو انا عايز اعرف ايه هو الابلكيشن او البرنامج اللي بيستخدم البورت ده هديله اوبشن بي. ففي عندي اوبشن اسمه ايه؟ داش انت اب. داش انت اب اللي هي اي ان تي يو بي، اي فور اول، ان فور نيوميريك، تي علشان تي سي بي، ويو علشان يو دي بي، وبي علشان اعرف مين هو الابلكيشن بالظبط اللي بيستخدم الكونكشن ده. خلاص. فنقول له كده داش انت اب لاي ان تي يو بي انتر، هلاقي كده ايه ده الكونكشن اللي هو ايه جاي عندي خالص. طبعا الاقي من نقطهم 50 اهوت. خلاص. وده بيستخدم مين؟ اللي هو البي اي دي دوت، والسيرفيس اللي اسمها ايه؟ اسمها اس اس اتش. زي ما انت شايف اهوت جايب لك البروتوكول، بعد كده ما اعرفش الادرس ايه، بعد كده الراجل ده جاي لك منين. طبعا عشان السيشن مقفوله، لو جيت افتح سيشن هنا كده، نفتح السيشن تاني، لو جيت ارن الامر ده بقى تاني كده، بص كده ماشي نكبر خط سنه. بص بدا يجي يقول لي ايه؟ جاي اقول لي خلي بالك ده في اللوكال ادرس اللي هو ده بيلسن على البورت ده زي الفل، ده عادي على اللوكال، بس في حاجه كونكشن جاي لك من بره من الاي بي دوت وفاتح البورت ده، يعني جاي لك من عند البورت ده اللي هو من هناك، لان الكونكشن بيطلع من الماشينه بتاعتك ببورت. ده السورس بورت ده تمام. ما انا الكونكشن بيطلع من هناك من بورت برضه، وبيطلع من اي بي وبورت. خلاص. وده استابلشت. طبعا تقدر تقفله برضه لان ده البي اي دي بتاعه. نفس الفكره اللي احنا جبناها برضه بنفس الطريقه اللي هي بتاعه بي اس. لو جيت تقول له كده دبليو، طبعا زي ما انتم شايفين هو جايب لي الراجل ده وقال لي على بي تي اس 2. ممكن ان انا اقفل السيشن نفسها بالبي اي دي دوت، او ان انا اشوف البي تي اس نفسها واخده البي اي دي كام واقفله. صح كده؟ لو جيت اقول له كده بي اس جريب على بي تي اس 2 اهيت واخده البي اي دي دوت، سوري البي اي دي ده تمام، هو نفس البي اي دي ولا ايه؟ 10 5 6 7 5 7 6 لا مختلف، مفيش مشكله عادي. طبعا لو جيت اقول له كده ايه كان ماينس برضه 9 هياها البي اي دي ده، خلاص السيشن ايه؟ السيشن اتقفل، دبليو مش موجود، ونت ستيت برضه الكونكشن نفسه اتقفل،
وهناك عند الراجل اللي هناك دوت الكلاينت الاقي الكونكشن لوحده طلع له مسج ايه؟ كونكشن يتقفل. خلاص كده يا شباب؟ السؤال الاخير، لو الراوتنج بقى نت ستات داش ار ولا ما هو انت مان نت ستات وتقدر تجيب كل الاوبشنز بتاعت النت ستيت. لو عايز الراوتنج تيبل مثلا اللي شغال عليه مان نت ستيت صح داش ار داش ار او داش راوت. تمام، ده اللي هو بيعمل لك ايه؟ بيبرنت اللي شغال حاليا. خلاص كده يا شباب؟ بص مليان يعني المان بتاع المانيوال بتاع اي كوماند في الحياه بتلاقيه مليان ديتيلز كتيره جدا انت مش هتحفظ، بس ما دمت انت كنت عارف الاوبشن قبل كده داش ار خلاص اوكي داش ار. لو مش عارفه تتاكد من تبص عليه بصه. خلاص كده يا شباب؟ حد عنده اي مشكله في الاس اس اتش؟ طب فهمتوها كويس؟ زي الفل. الاس اتش من اخطر الحاجات اللي عندكم اللي هتستخدموها. خلاص؟ نسيب بقى الكلام ده.